ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. انتوا طبعا هنا شايفين الدنيا تقلب تعدل كده، يعني يوم مليان بالارهاق والتعب. انا هنا جبت مية وجبت حلة عشان احط فيها الفراخ. عشان كانت محطوطة في التلاجة. قلت بقى اسيبها تفك شوية عشان خاطر ايه، يعني لغاية ما اخلص اللي ورايا، نخلص المواعين ديت ونخلص باقي الحاجة ديت. يعني الدنيا كانت مكركبة جامد. قلت بقى لازم اخلص الحاجات دي الاول. وطبعا المطبخ دوت ما بيخلاش يعني من المواعين دي، يعني كل يوم يوميا تحسي. قمت بقى عملت بقى ايه بقى، يعني صبنت الرخامة ديت. لازم اعدلها الاول عشان برضو في حاجة تتحط عليها. لازم اظبط الدنيا الاول. واللي ما اشتركش في القناة ينزل يشترك في القناة ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. بصوا هنا لما خلصتها تحسي الدنيا بتلمع. هنا بصوا انا حطيت القماش ديت عشان خاطر اصفي عليها شوية المواعين. وبعد كده هشيلها في اخر ما اخلص يعني. الدنيا هنا كانت يعني متكعبلة جامد. وطبعا لازم نساعد اهالينا يعني. المواعين هنا كانت كتيرة قوي. انا هنا خلصت نصهم يعني. كويس نشكر ربنا، يعني خلصت نصهم بسرعة. انتوا هنا عارفين يعني انا مقطعة في الفيديو جامد عشان اوصل لكم بس. يعني فيديو ساعتين، ويعني في المطبخ حتى قعدنا اكتر من ساعتين، بس هنا على قد ما قدرت يعني اختصرته لكم في نص ساعة عشان تعرفوا بس احنا بنعمل ايه جوه. وطبعا كل واحدة ليها يعني خصوصياتها وليها مميزاتها في بيتها، واللي بتحب تعمله ايه واللي تحب تحطه هنا ايه وتحب تحطه هنا في مكانه ايه. وطبعا يعني انا بحب يعني اخد اراء الناس، يعني لو عندك اي تعليق ممكن تكتبوا لي في الكومنت. يعني تحس المواعين ما بتخلص، يعني تحس اللي هي كل شويه تحس اللي في مواعين بتيجي جديده، تحس كل ما هنخلص تحس في مواعين بتيجي جديده. بس عادي يعني خلاص خدنا على كده يعني.
وطبعا هنا لما يعني ما خلصت المواعين بقى لازم بقى يعني الحوض بقى لازم يتداك بقى او يتصبن، عشان برضو يعني هنا تحسي ايه بعد ما تخلصي، تحسي الدنيا ايه بقت شكلها حلو، والدنيا بقت رايقة، والنظافة تحسي في المكان بجد. لا يعني مش عايزه اقول لكم بجد، تحسي اللي فيه تغيير جامد يعني من الاول لاخر الفيديو، تحسي فيه تغيير جامد، تحسي فيه راحه، في راحه نفسيه، وفي حاجات يعني تحسي لا في روح في المكان كده بعد النظافه. يعني انا هنا مسكت الازاز الميه ديت، يعني انا ساعات الازاز الميه دي بستعملها لما بلاقي الميه قطع ولا حاجه، بس هي الماما ما بتقطعش يعني، يعني ساعة الضرورة يعني معنى صح، بس انا بحب يعني الاقي ميه جنبي على طول احطها في يعني في الاكل، بستعملها في الاكل او اي حاجه، او احط ازازه ميه في التلاجة. انا هنا مسكت الجنب التاني، ويعني برضو حبيت برضو اغسله من التراب، يعني التراب دوت ما كملش اسبوع تقريبا، وبص الدنيا تلاقي الدنيا متطربه. وانا مش من النوع اللي بحب يعني ده الدنيا مش حلوه، ما بحبش كده يعني. تحسي لما احنا نعمل الحاجه تحسي الدنيا بتنور بعديها، ودي حاجه حلوه يعني تحسي ان انتي بتتعبي وبتلاقي في الاخر. انا هنا برضو جيت للرخامة التانية برضو، يعني حبيت برضو اعملها برضو، يعني شايفين متطربة ازاي، وتراكمات الاكل وتراكمات الحاجات. طبعا المطبخ دوت اصلا يعني كل شوية ايدك فيه، وطبعا كذا حد داخل المطبخ، تحسي يعني تحسي الدنيا بتتكعبل بسرعة. هو عاوز ايه ايديكي على طول فيه، ما تسيبوش خالص، يعني ايديكي تبقى فيه على طول.
وطبعا اللي ما اشتركش في القناة ينزل يشترك في القناة عشان يوصل كل جديد. ولو عايزين تكتبوا لي اي كومنت اكتبوا لي كومنتات تحت، ولو عايزين تستفسروا عن اي حاجة برضو انا هرد عليكم. هنا بعد ما خلصت بقى النظافة بقى بتاعتي بقى، مسكت بقى الفراخ بقى، يعني حبيت انضفها الاول وبعد كده احطها في مية وملح وخل وليمون، عشان هبدأ بقى اعمل الاكل بتاعي بتاع البيت بقى. مع ان الفراخ دي طازة، يعني انا كنت جايباها من امبارح بس حطيتها في الفريزر. قلت بقى ايه يعني، قلت لما اطلع اطلعها انضفها بقى واحطها في ميه وملح، عشان امبارح كنت مستعجله وحطيتها في الفريزر على طول. هنا بقى جبت بقى الغسالة بقى، حطيت بقى الغسيل بقى، يعني الدنيا كانت متكعبلة، اليوم كان متكعبل بجد. آه يوم كان فيه ضغط آه، نظافة بتاع البيت يعني. الغسيل ده بتاع غسيل ماما، ماشي يا جماعة.
انا هنا حطيت سمنة، بعد كده حطيت البصل وشوحتها شوية، وحطيت ملح، وحطيت فلفل اسمر. بعد كده شوية وهنزل عليها بالفراخ طبعا، يعني كل واحد على حسب طريقته هو، وعلى حسب ما بيرتاح في اكله، في طريقة طبيخه. كل واحد بيحب يعمل الاكل بالطريقة اللي تحبه هو. انا بعمل بالطريقة اللي يعني اهلي علموني عليها ومعنى صح اللي بحبها منهم، يعني نفس الطريقة بتاعتهم اللي بحبها منهم واللي انا بحبها في نفس الوقت. انا هنا جبت الفراخ بقى، هبدأ احطها. وسبت بقى الفراخ شوية تتشوح، يعني حاجة بسيطة اوي يعني. بعد كده هجيب بقى واحط التوابل بقى بتاعتي بقى. هنا حطيت كزبرة ناشفة، وحطيت فلفل اسود، وحطيت ملح، وحطيت شطة. بس وقلبتهم بقى شوية بقى، وسبتها تتشوح شوية. بعد كده جبت المية وحطيت عليها. طبعا يا جماعة مش عايزة اقول لكم بقى على الريحة بقى، طب ريحة فعلا بجد رهيبة. انا هنا بقى هبدأ اعمل في الرز بقى. جبت السمنة، ونزلت بقى بالرز. بعد كده بقى سبتها بس يعني تتحمر شوية. سبت الرز يتحمر شوية عشان ياخد بس لون.
الاكل الطبيعي بقى بتاع البيوت بقى يا جماعة بقى، يعني الحاجة العادية اللي احنا بنعملها كل يوم في البيت، يعني كل يوم بنحب نعملها، والاكل الطبيعي بتاعنا. واللي ما اشتركش في القناة ينزل يشترك في القناة عشان يوصله كل جديد. لو في اي كومنت عايزة تكتبيه اكتبيهولي وانا هرد عليه. و... ولو عندك اي افكار قوليها برضو، لو عندك اي تعليق برضو قوليه. انا بحب برضو اخد يعني ارائكم واشارككم في حياتي يعني. بس بقى جبت هنا البامية بقى، حطيت عليها شوية الشوربة، وحطيت برضو طبعا على الرز شوربة. يعني انا بين ايدي هنا وهنا يعني، عشان برضو الرز برضو ما يتلداش ولا حاجة. جبت بقى بقية الرز بقى، يعني قبل ما يبدأ خلاص بقى يجيب يتلدع، جبت بقية الرز بقى، وبعد كده هنزل عليه بالشوربة. مش عايزة اقول لكم بجد طعمه بجد فعلا فعلا حلو. والرزية طالعة يعني واحدة واحدة زي ما هما بيقولوا، يعني رزية واحدة واحدة. وكل واحدة بقى ونفسها في الأكل، وكل واحدة ما زي ما بتحب بقى أكلها ازاي. ده الأكل البسيط بتاعنا يا جماعة، احنا مش شيف ولا حاجة. ده الأكل بتاعنا بتاع البيت عادي.
بس هنا انا خلصت الرز بقى، مسكت البامية بقى وبرضو حطيت عليها شوربة من الاول زي ما انتوا شفتوا. بعد كده حطيتها على النار، وطبعا الفراخ استوت. هجيب حلة وهطلعها عشان انا برضو هحمرها في الفرن. يعني التحمير ده البسيط بتاعنا دوت اللي في الفرن. يعني بسيط، يعني مش التحمير بقى اللي هو بقى على الطاسة من فوق. لا، مرة تانية بقى نعمله مع بعضنا بقى. الحياة اليومية الطبيعية اللي هي كل يوم ديت، بجد بتبقى فيها خير وبركة ومحبة. بجد بتبقى فيها حاجات كده، فيها حاجة كده تبقى حاجات حلوة كده فيها. بعد ما انا هنا بعد ما طلعت الفراخ بقى، جبت شوية ملح بشطة. انا بحب احط عليها ملح بشطة من فوق. لو في صلصة بحب برضو احط صلصة عليها، بس انا ما حطيتش صلصة الصراحة يعني. قلت لا، كفاية ملح بشطة عشان انا حابة احط فيها ملح وشطة بس. وكده بتتاكل، وبرضو كده بتتاكل. احطها بقى في الفرن بعد كده. بعد كده بامية بعد ما استوت بقى هضربها بقى بالهاند بلندر. انا هنا ولا عايزاها تخينة قوي ولا خفيفة قوي، يعني يعني عملتها وسط يعني. يعني بعد ما خلصتها بالهاند بلندر حطيتها برضو على النار، وحطيت عليها نص قرن فلفل، وحطيت برضو عليها شطة عشان احنا بنحب الحاجة مشطشطة شوية. وطبعا حطيت توم عليها. شفتوا انا حطيت شوربة ازاي؟ يعني مش عايزاها يعني تقيلة قوي ولا خفيفة قوي.
هنا بعد ما الاكل بقى خلص بقى واستوى وغرفت بقى، يعني تعالوا تفضلوا معانا. بجد يعني مش عايزه اقول لكم بجد، الطعم فعلا كان حلو، الفراخ كانت حلوه والرز كان حلو. واديك انتوا شايفين اهوت، والعيش الشمسي. يعني دي عمايل اختي يعني، اختي الكبيره. وربنا يخلي ماما وربنا يخلي اخواتي. بس طبعا انتوا بقى يعني انا غرفت لكم يعني اللي قدام الكاميرا، بس طبعا لما السفرة هتتفرش طبعا. بس وما تنسوش بقى في الاشتراك وفي اللايك وفي تفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. هنا بعد ما خلصت بقى وخلصنا بقى الاكل بقى، شلنا بقى بقية الحاجة، بقية المواعين، ورتبنا الدنيا عشان تبقى الدنيا نضيفة بقى معانا تاني يوم. انتوا شايفين بقى الدنيا بقت منورة هنا ازاي بقى بجد. بصوا بقى لما الحاجة كلها رجعت بقى مطرحها بقى، الدنيا بقت منورة، وكل حاجة بقت كل حاجة مطرحها. بجد لا فعلا تفرق من الأول للآخر. طبعا استنوا مني روتينات تانية وحاجات تانية جديدة يوصلك كل جديد. أم، ما تنسونيش في الاشتراك وفي تفعيل الجرس. بصوا بقى الدنيا هنا بقت منورة ازاي بجد يا جماعة. ما تنسونيش في اللايك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. لو في اي كومنت اكتبولي فيه وانا هرد عليكم. لا بجد فرق جامد من الاول للاخر بجد. حاجه تفرح وحاجه يعني تشرح القلب، وفي خير ومحبه. ويعني بصوا هنا، يعني بصوا الدنيا بقت منوره ازاي. بس وما تنسوش في الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد.